بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين آمين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا رب في كل مكان. النهاردة مع بعضينا فيديو جديد. عاملين صينية مكرونة في الفرن موفرة جدا ولذيذة. معلش انا بوريها لكم دلوقتي هي مستوية وقطعتها يعني، وباجي بس اللي هي اللقطات اللي بتاعت عمل الصينية نفسها اثناء المونتاج اتحذفت مني، معلش يعني. فانا هقول لكم بالمختصر المفيد عملتها ازاي. مكرونة اكيد جلن زي ما انتم شايفين، مكرونة قص كبيرة مع اسباجيتي من غير ما تتسلق ولا ما سويتهاش. فانا فرشت طبقة اوراق من المكرونة الكبيرة القص دي والسباجيتي، وبعد كده حطيت عليها طبقة من الحشوة اللي هي مكونة من ايه، معلقتين لحمة مفرومة مشوحة بالبصل، وعليها بهارات ملح فلفل اسمر رشة جوز الطيب، حوالي معلقتين 3 يعني زي ما تحبي، وحوالي طبق صغير او نص كوباية من انا ضفت على معلقتين 3 اللحمة المفرومة بالبصل، حوالي نص كوباية من اللانشون المقطع، يعني ايه قطع صغيرة خالص او مربعات صغيرة، وبرضو حوالي فنجان كده او نص كوباية من الزيتون اللي مخلل. عملناه مع بعضينا في القناة قبل عن كده، وما شاء الله يعني استوى، وانا عملت منه منتهى الروعة والجمال. فانا قطعت الزيتون على اللانشون، على حوالي يعني قرن او 2 فلفل مربعات برضو، وبصلة متوسطة مربعات، وطماطماية او طماطميتين برضو مربعات، وشبت هو ده اللي فوق الوش ده، شبت وكزبرة خضرة، ده شبت وكزبرة خضرة. الحشوة منتهى الروعة والحلاوة والجمال، جميلة جدا وموفرة في نفس الوقت، طعمها ومذاقها حلو خالص. ده على الوش شبت، او لو عندك متوفر جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة شيدر ممكن تحبي تحطيه على الوش يعني، ممكن تحطيه هي، وبتاخد تحميرة في الاخر بعد ما تستوي. فانا فرشت او حطيت الرق في الاول او طبقة من المكرونة اللي هي النية مش مستوية خالص ولا مسلوقة، وبعد كده حطيت عليها الطبقة اللي احنا قلناها بتاعت الحشوة، فلفل مربعات او حلقات مربعات، وشايفين الحلاوة، ولانشون. وانا حطيت معلقتين 3 لحمة مفرومة مشوحة في البصل، وبهارات برضو، طماطماية مربعات، فلفل مربعات، لانشون مربعات صغيرة، لحمة مفرومة. كل ده انا فردته مع بهارات اللي انت تحبيها حطيها. فردته على المكرونة هي قبل ما تستوي، هي وناشفة زي ما هي، وبعد كده انا حطيت عليه بعد الحشوة دي حطيت عليه رق تاني برضو مكرونة ناشفة، وبعد كده حطيت عليهم اخر حاجة او اخر شيء الحشوة اللي انا قلت عليها، يعني طبقتين من المكرونة وطبقتين من الحشوة، وحطيت عليهم رشة كزبرة ورشة شبت من فوق كده زي ما انتم شايفين، يعني عطي منظر جميل وفي نفس الوقت ريحة وطعم حلو خالص. وغلفتهم بورق فويل صينية حطيت لهم صوص علشان تستوي فيه المكرونة لحد ما تغطى وشها، بس عصير طماطم معاه معجون، معلقة معجون من الصلصة، وملح وفلفل اسمر وكمون. حيكتهم بالملح كويس على حسب ما تحبي، انا على حسب يعني ما انا عايزة حطيتهم لحد ما تغطى وش صينية المكرونة دي بالصوص اللي انا قلت عليه. رحت انا غطيتهم بالورق الفويل كويس وحطيتهم في الفرن علشان يستووا.
لحد ما استووا وتشربوا من الصوص. فانا طلعت الغطا بتاع الفويل ده وعرضت وشها للنار شوية، وبعد كده راحت هي ايه وشها اتحمر زي ما انتم شايفين، بقت منتهى الحلاوة. حتى المكرونة متساوية ازاي يعني فوق بعضيها، يعني الحشوة مع المكرونة مع كل المكونات مع بعضيها عاطية طعم روعة. ان شاء الله تعجبكم، جربوها تعملوا زيها. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو بتاعي او قناتي ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل الفيديوهات اللي انا بقدمها. فضلا وليس امرا طبعا. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، ما تنسوش تذكروا الله طول اليوم، ما تنسوش احلى حاجة في الدنيا اكيد. ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. هي طبعا قدامكم صينية موفرة وغدا او عشاء زي ما ينفع زي ما انتوا حابين. منتهى التوفير والروعة والحلاوة والجمال. متنسوش حبايبي تضعوا اللايك فضلا ليس امرا. ما تنسوش خليكم معانا نكمل باقي الروتين النهاردة ان شاء الله. يومنا وفيديونا يعجبكم. احبكم في كل مكان واتمنى لكم كل خير ان شاء الله. خليكم معانا.
حبايب قلبي خلصنا مع بعض روتين اليوم وغدانا برضو. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكم يا رب، ان شاء الله باذن الله. اتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتضعوا اللايكات، اكيد ما تنسوش اللايكات حبايب قلبي، اللايكات اكيد مش هوصيكم فضلا وليس امرا، اكيد يعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.